السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المصري في فيديو جديد. النهاردة هنعمل أفضل كريسبي أو زنجر أفضل من المطاعم، وممكن تدخله معاك في الدايت زي ما أنت شايف كده. وتابع معايا الطريقة خطوة بخطوة. تبدأ بإن أنت تنزل ب50 جرام زبادي أو 50 جرام لبن رايب. لو ما عندكش ممكن تنزل ب50 ملي لبن، وعليهم عصرة ليمون وعصرة خل، وتسيبهم شوية لحد ما اللبن يبدأ يكتل. بعدين تجهز خلطة ال11 بهار بتاعتك يا معلم، اللي هسيب لك المقادير بتاعتها على الشاشة وهكتبها لك في أول تعليق، ولازم تخش تشوفها. بعدين تنزل بالخليط على اللبن زي ما انت شايف كده، وتقلب وتنزل عليهم بربع مكعب مرق الدجاج و5 جرام صويا صوص، وتبدأ تنزل بالفراخ بتاعتك وتقلبها وتسيبها من ساعة ليوم كامل يا معلم. وبعدين بقى هتشيل شوية من تتبيلة الفراخ وتحطهم على 40 جرام دقيق زي ما انت شايف كده، وتجهز مية ساقعة جنبيك في طبق، ولو عندك تلج ممكن تنزل بيه كمان على المية الساقعة. وهتبدأ بقى بالتكنيك اللي انت شايفه كده. بعد ما تحط البهارات على الدقيق وتقلبهم كويس أوي، هتبدأ تنزلها في الدقيق، بعدين تصفيها وتنزلها في المية، بعدين تصفيها وتنزلها في الدقيق تاني. بس كده هيبقى معاك المنظر ده، وتقدر تسيبها 10 دقايق تستريح في الفريزر او في التلاجة. بعدين تطلعها تحطها على الشبكة بتاعتك سواء في الفرن او في القلاية الهوائية، وتدهنها مسحة زيت خفيفة جدا للون فقط، وممكن تستغنى عنها. وتسيبها تلت ساعة على درجة حرارة 200، وفي النص هتقلبها. وبس كده هيبقى معاك الزنجر الجامد ده، والسعرات هتتكتب لك على الشاشة. وفي النهاية أحب أقولك ما تنساش تصلي على النبي وتشترك وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش محتوى كتير هيفيدك إن شاء الله. وما تنساش تعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.